السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناتكم ديليسيا كويزين. كيف ما العاده كنشكركم على حسن المشاهده، والناس اللي ما مشتركينش كنتمنى انهم يشتركوا باش يتوصلوا دائما بالجديد. على بركه الله نبداو وصفه اليوم. لمحبين الشوكولات اليوم غادي نوجد لكم كيكه ديال الشوكولات كتجي معلكه ومرمله وبمذاق رائع. كيف ما تشاهدوا هذه هي العناصر اللي غادي نحتاجو. غناخذ واحد الانيه غنديروا فيها 3 البيضات بحراره المطبخ. لكن غنخدموا بهم كنجبدوهم واحد الوقت قبل من الثلاجه باش كيطلعوا في الكريمه. كنضيف عليهم واحد الفاني ونبداو نطربوهم حتى كيتبدل الفاني والسنيده. كنضيف الفاني والسنيده وكنبدا نطربوهم حتى كيتبدل اللون ديالهم وكيتضاعف الحجم. تقريبا تاخذ واحد المده ديال ما بين 5 دقائق حتى ل 8 دقائق باش كيطلع هذا الكريم. وكنبداو نخويو عليه الحليب بشويه بشويه وكنضيفوا حتى الزيت. حنا كنخلطوه بشويه بشويه حتى كيطلع لينا هذا الكريم. من بعد ما كيطلع كنحيدوا الطراب الكهربائي وكنديروا طراب يدوي اولا شي مغرف باش نحركو، وكنبداو شيئا فشيئا كنغربلو في الدقيق كنزيدوا عليه الخماره وكنزيدوا عليه الشوكولات وكنبداو كنضيفوا بشويه وتنحركوا في نفس الوقت. التحرك تيكون من الاسفل الاعلى باش ما كيخرجش لينا داك الهواء اللي طربناه ودخلناه بالطراب الكهربائي. كنحركوا غير بشويه بشويه حتى كتوجد بهذا الشكل. هنا غير زربت الكاميرا. ما هو التحرك خاصو يكون بشويه من الاسفل الاعلى حتى كيتوجد معنا داك الخليط المتجانس. في هذه الاثناء كنكون شعلت على الفران بدرجه 170 درجه. على حسب الفرن تقريبا تاخذ مده الطياب 31 دقيقه حتى ما بين 25 و 30 دقيقه على حسب الفرن. صافي الخليط ديالنا جانس وجد. كناخذ واحد الطاوه، انا فرشت ليها هنا الكعب، اللي بغى يدهنها غير بالزبده والدقيق كيبقى اختياري. هكا نخويو الخليط ديالنا وكندخلوه الفران. في هذه الاثناء كندوز نوجد واحد العصير ديال الليمون باش كنسقيها من كتخرج من الفران. كندير عصير ديال 3 الليمونات، زدت معاهم شويه السنيده وكندوزوه على فوق العافيه على نار هادئه. كيبقى يطيب واحد مده 5 دقائق حتى يذوب داك السكر وكيتجانس. هنا قلبت الكيكه ديالي واجده. كناخذ الكيكه وكنتقبها بديك العود كامله وكنخليها حتى كتدفى واحد شويه وعاد كندوز كنسقيها. كتكون في دافيه حتى السيرو تيكون دافي، ما تنخليوش يبرد باش كتشرب. وما تخافوش من هاد التسقيه لانكم غتسخويو عليهم داك المقدار كامل داك 3 الليمونات وغتشربوا، لان الكيكه كتشرب باش كتجي سارده وشويه معلكه. هنا خديت واحد 200 غرام ديال القشطه الطريه ديال الحلوى طبعا الحال. زدت عليها داك الشوكولات وهي سخونه، الشوكولات ديال الذوبان. داك الشوكولات ديال الذوبان كنقطعوه طروفه باش كيذوب لينا دغيا وكنحركوه. هنا تيكون واجد لينا هاد الشوكولات اللي غنديروه كنزينوا به الكيكه ديالنا. وطريقه التزيين كتبقى اختياريه، كل واحد غادي يزين بطريقته. انا درت هاد الشوكولاط كحل، اللي بغى يعوضو بشي حاجه اخرى يقدر يدير الشوكولاط ابيض. انا فضلت هذا لان كيجي في المذاق ديالو زوين، كيجي مواتي مع الليمون. وزينتها بهاد البويلات هكا بيضين. كل واحد عنده الحريه في اختيار الشكل اللي باغي يزين به الكيكه ديالو. هذه هي الكيكه كيفاش كتجي تبارك الله طالعه ومرمله وحتى معلكه في المذاق مع داك الشوكولاط اللي فوق منها كيعطيها واحد المذاق خطير.
هذا هو الشكل النهائي للطبق اليوم. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، والى عجبكم ما تبخلوش علينا بالتعاليق ديالكم الزوينه، وبلي لايك، والناس اللي ما مشتركينش يشتركوا، وما تنسوناش من رحمه الوالدين. وكنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وبصحتكم وراحتكم، والى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله.